نقف هذه الوقفة لا من اجل ان نصرخ في وجه الاعداء، لا من اجل ان نشهد ما يحدث على ارض لبنان وفقط، ولكن جئنا لنرفع صوختنا الى الله تعالى في وجه الحكام الظالمين الذين هم سبب هذه الفجيعة. تلك الأنظمة المتخاذلة التي داست كرامتنا وضيعت عزتنا وكرامة الأمة الإسلامية، لم نأتي الآن لنجلب كما يجلب البعض ما يدور على أرض لبنان وفي فلسطين والعراق، وإنما جئنا في المقام الأول لنعلن أمام حكامنا أن تخاذلكم هذا هو سبب مصيبتنا. وإذا تخاذل الحكام وتخاذلت الأنظمة العربية فلن تتخاذل الشعوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. في حكام المسلمين، انتوا فين يا حكام؟ ما اللي بيحصل في لبنان؟ سكت الليل يا حكام، اللي بيحصل في لبنان. كان من واجبنا نحن كنواب للشعب يوم ان بدأ العدوان توجهنا الى مجلس الشعب ودعونا كل النواب وقلنا ان هذه الفجيعة لا ينبغي ان يكون فيها فارق بين اغلبية ومعارضة، ولم يأتي احد من الاغلبية، هذه الاغلبية التي سحقت عزتنا وسحقت كرامتنا لم تستجب لنا، ووقفنا وحدنا عند مجلس الشعب نرفع الصوت ونعلن النداء وما من احد يستجيب. كان مطلبنا العادل هو جلسة طارئة يحضر فيها رئيس الجمهورية ليسمع فيها نبض الشعب، ليسمع فيها الرأي الحر. وللأسف الشديد صموا آذانهم وتركونا وحدنا لا نستطيع أن نعقد الجلسة، ثم توجهنا إلى جامعة الدول العربية ملاذ الشعوب التي شيعت جنازتها أيضا، وسلمنا مذكرة للأمين العام وطالبنا فيها بفتح باب الجهاد للشعوب الإسلامية. للأسف الشديد لا أحد يستجيب. يا حكام البلاد افتحوا باب الجهاد، يا حكام البلاد افتحوا باب الجهاد. هنرددها جيل ورا جيل، هنرددها جيل ورا جيل. ليس للإسلام بديل، ليس للإخوان بديل. دعوني شيخ الأزهر فاستجاب وقال قولته المشهورة بعد أن صمت قليلا، قال قول الحق إن الدول الإسلامية الموالية لإسرائيل ودول التحالف والتي لا تعلن الجهاد من أجل صد العدو والأعداء هي دول حقيرة وخائنة لدينها